السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنساتي سادتي، شكرا لكم على وجودكم معنا في القناة. وعندنا النهاردة مواضيع شائكة كالعادة. نبدأ بقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ليه بقى بقول الكلام ده؟ صدق الله العظيم. ليه بقول الكلام ده؟ لأن لجنة الحكام المبجلة، لا الغير مبجلة، لجنة الحكام الفوضوية البليلوية الكوسوية، مش عايز اجيبها لبر. انتوا قذارة بطريقة قذرة. شوف بقى زي قذارة مقذرة. شفت بقى؟ شفت نتانة منتنة. حاجة غريبة جدا. الناس دي ما عندكوش دم، ما عندكوش اخلاق، ما عندكوش ضمير. انتوا نسيتوا ان في فوق واحد سايفكم. نسيتوا ان في يوم هتموتوا وتقفوا قدامه وهيسألكم. وانتوا فاكرين عشان هي مثلا كورة ورياضة تبقى حاجة بسيطة تعدي. ده لا فيش. ده انت هتتحاسب على حبة الخردل. الحاجة القذرة اللي انت عملتها او السيئة اللي انت عملتها بحبة الخردل هتتحاسب عليها، والحسنة اللي بحبة الخردل هتاخد عليها اجر. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا نسيتوا ربنا؟ هل نسيتوا الله فانساكم انفسكم؟ يا ولاد اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ اشتم سبحان الله. انتوا ما عندكوش دم. وبعدين المخرج ايه في هتافات والشتايم جماهير الزمالك او جماهير الاسماعيلي. ما انت ما تعرفش بقى ساعتها مين اللي بيشتم، يروح بوطي الصوت. ما هي توطية الصوت دي دلالة ان في حاجة حصلت هو مش عايزكم تسمعوها. مش حكاية ان انتوا ما سمعتوهاش يبقى خلاص. لا لا يا حبيبي، ده دليل ان في حاجة حصلت منيلة ب60 نيلة وهو مش عايز يثبتها. هو لا يريد ان يثبتها، فراح موطي الصوت. ده مش هروب منها، ده بالعكس، ده دليل على انها حصلت. يا بهايم، يا ولاد اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ انتوا هتفضلوا كده طول عمركم من ساعة ما الدوري المصري اتعمل والقذارة فيكم انتوا بتتوارثوها. القذارة اللي عندكم دي بتتوارثوها. وبعدين يطلع واحد فيكم يقول لك مش عارف ايه، اصل احنا حطينا بند ان احنا نغير اللي احنا عايزه. يبقى انت ما عندكش لائحه. لو انت عندك إن البند ده اللي في اللائحه ان انت يتيح لك انك تغيرها وقت ما انت عايز، يبقى ما فيش لائحه. ما عندكش لائحه. اللائحه النايحه، اللائحه السايحه. لائحه اياله ولا يهبل؟ انت بتستعبط ياض. هو في كده في القانون؟ انت بتتكلم عالم ما بتفهمش. ومفيش حد بيطلع يتكلم في يدي الجدع الحمار ده في جنابه بكلمتين. ايه الواد الاهبل ده؟ وايه لجنه الحكام المنيله ب60 نيله دي؟ وليه طارق مجدي؟ وليه عمرو الشناوي اللي كان بيحكم لنا من يومين يجي يحكم للزمالك ولا يعمل الفار؟ ليه؟ هو مفيش غيرهم؟ هم مقررين علينا؟ انا مش فاهم. هم عاملين ابونيه، عاملين كارنيبي كده لماتشات الاهلي والزمالك عشان يخش يساعد ده ويخش ينيل ده بنيله. انا مش هتنضفوا امتى؟ هتنضفوا امتى؟ هتفضلوا كده؟ بتناموا ازاي؟ بتروحوا الفلوس اللي انتوا بتاخدوها دي بتحللوها ازاي؟ بتصرفوا على اولادكم من السحت. ما هو لا عجب ان اولادكم طالعين بايظين زيكم، لان انت اكلك حرام، فكل حاجه حرام. ما فيش حاجه ربنا ما ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. الحاجه الحرام خلاص بتبقى حرام. وبعدين واخرتها معاكم، واخرتها معاكم. هتبطلوا القرف ده امتى؟ بتوكلوا اولادكم من الحرام. يقول لك الرجل بيصلي ويصوم ويتعبد لله واكله حرام وبيته حرام ولبسه من حرام،
وعيشته كلها حرام، فأنا يستجاب لهذا؟ ربنا مش هيقبل منكم. ما تصحوا بقى، الواحد بيموت بينك وبين الموت شعرة. اصحوا بقى، اصحوا هتقابلوا ربنا. ما فيهاش مفر دي، مهما طال العمر والأجل هتقابل ربنا. ما فيهاش، ملهاش دواء تاني. هتقول له ايه؟ كفاية. عايزينهم يكسبوا بالحرام وبالباطل ليه؟ طب وهيبقوا دي هتبقى بطولة؟ هم نفسهم عارفين ان هم كسبوها غلط وكسبوها حرام، واحنا عارفين ان هم كسبوها حرام، والناس كلها عارفين ان كسبوها حرام، وتبقى دي بطولة؟ ما تبقاش بطولة. هم نفسهم هيبقى عندهم شك ان فعلا ان هم كسبوا. حتى لو كسبوا البطولة يقول لك طب لو التحكيم كويس ما كناش كسبنا. ما هو نفسه هيبقى شاكك في نفسه. ما تنضف يد انت وهو. يالا امبارح المخرج بتاع ماتش النادي الاهلي وبتروجيت كان محمد ناصر الاهلاوي، اللي ما جابش الاعاده ل4 لعبات فيهم شك ان هم ضربات جزاء. 4. طب هل ده من الإرهاب الإعلامي اللي بتمارسه الولية اللي ماسكة الإذاعة والتلفزيون؟ ما تتوصفش غير كده يعني. هل ده الإرهاب الإعلامي ده؟ هل ده تهديد؟ هل الراجل ده تهدد؟ لأن احنا كلنا افتكرنا ان المخرج زملكاوي، أتاريه محمد ناصر. طبعا هو خايف على لقمة عيشه يعني. أنا لا ألومه، بس على الأقل يعني خلي عندك دم. يعني الحاجة الواضحة ببجاحة كنت لازم تعرضها. يعني عيب لو كنت أهلاوي أو زملكاوي. عيب يا محمد يا ناصر، عيب. في احنا الظاهر ان احنا بنشاهد من ناس تقال قوي، لان النهارده واحد من عيلة الظلم ولا العدل دي ولا اسمها ايه دي، طالع عايز يقاضي بيت الازياء اللي عرض تيشيرت الزمالك باللوجو بتاعه. وطبعا قيل واحد من الناس اللي بيشتغل على اليوتيوب، وانا بدي كل واحد حقه عشان الناس ما تفهمش ان ده خبر انا جايبه. انا مش هقول الاسم لان ما بعملش دعاية لحد هنا، بس هما بيجوا هنا وياخدوا الحاجة اللي انا بقولها، وكمان يوم كده يعني يوم بعديها او يومين كمان كده ابص الاقيها واحد فيهم طالع يقولها، وما بيدينيش اي يعني ما بيعملش اي ذكر يعني جايه دي المعلومه دي جايه منين يعني. هو بينسبها لنفسه. بينسبها لنفسه. طب يعني ادي الواحد الكريدت يعني، ولا ايه؟ مش كده؟ مش انا بطلع بقول لك الخبر ده مش بتاعي، انا جايبه من اليوتيوب عشان الناس تعرف ان ده مش خبر بتاعي. اعمل نفس الحكايه يا اخي الضمير حلو برضه، ولا ايه ها؟ المهم واحد من الناس اللي بيشتغلوا على اليوتيوب قال ان محمد شريف هيوقع مع النادي الاهلي وهيبقى موجود معانا اخر الموسم. حلو، كويس. محمد شريف كويس جدا انه يجي معانا، لان احنا محتاجين يبقى عندنا اكتر من مهاجم، ومحمد شريف عنده القدرة ان هو يعني لو ركز يبقى كويس. ده معنى كده ان كهربا هيرجع، بس كهربا بقى لو رجع انا اتمنى ان كهربا يبقى جناح، ما يبقاش مهاجم، لان كهربا مركزه الاساسي جناح. برضو اتقالت على اليوتيوب ان كوتيسا فعلا وقع للنادي الاهلي. هما بيقولوا اللي اتقال قبل كده انه اتفق، بس ما هو اتفقش. ده فعلا بقى وقع
للنادي الاهلي. ده اللي بيتقال ان هو وقع، دي حاجه جايه من واحد اتكلم مع ناس في النادي الاهلي وقالوا له الجدع وقع وجاي لنا. ده بقى حلو جدا، ده جميل. معنى كده ان علي هيبقى موجود معانا لغايه اخر علي ممكن يروح معانا، علي معلول ممكن يروح معانا كاس العالم، لان مفيش يعني مفيش مفيش عدد معين من الاجانب يبقى محظور يعني، او عدد معين لازم يبقى موجود. مفيش كاب يعني، او مفيش سقف للاجانب اللي ممكن يجوا معاك. فزي ما انا قلت قبل كده، الجدع اللي بيشتغل على اليوتيوب ده، الاخ اللي بيشتغل على اليوتيوب، طالع بيقول ان العدل كان عايز يقاضي البنت ديا، ونادي الزمالك قال له خليك انت على جنب بقى، احنا اللي هنعمل الحكايه دي. وفرحوا فاردين ايه صدورهم. طبعا البنت دي لن تقاضى، لان البنت دي ملهاش دعوه. اللي يقاضى اللي هو بيت الازياء، اللي هو بيت مين؟ ماري لودر ديا. طيب خليك معايا كده بقى، عشان انت بقى احنا بنفهم، احنا نظرتنا عميقه شويه للاشياء، ما بناخدش حاجه كده ونطير بيها. طيب هل واحده زي دي، انا بقى يعني لسه برضو يعني عندي شك في ان الصوره دي حقيقيه. خلينا نمشي انها حقيقيه. معقوله ان واحده زي دي ما عندهاش legal team، يعني ما عندهاش فريق من المحامين والقانونيين ان هم يقولوا لها لا ما تعمليش كده لحسن تقاضي، والزمالك ده نادي ولو عرف هيقاضيكي والكلام ده كله؟ الناس دي ما بتعملش كلام، ما بتشتغلش بالهبل زينا، ما بتشتغلش من الفوضى زينا. كل حاجة هناك عندهم محسوبة، وعندهم هناك تخصصات، عندهم إدارة قانونية، والإدارة القانونية دي بتبحث في الكوبي رايتس اللي هي يعني والتريد ماركس اللي هو العلامات التجارية، والكوبي رايت اللي هو يعني الحقوق الملكية والحاجات دي كلها. بيبحثوا كل ده قبل ما حاجة تطلع، وبالذات لو كان في يعني ايه شعار او لوجو او اي حاجه من دي. الكلام ده ما بيحصلش اللي عندنا في مصر. وبعدين لما المصيبه تقع يقول لك يا نهار اسود، ويقعد ايه يحاول يلزق ويرسم ويطلع عشان يطلع من المصيبه. انما هناك دول ما بيعملوش كده. انت هتقاضي مين يا ابني؟ انت مصدق ان الصوره دي حقيقيه؟ ولو حتى صدقنا ان الصوره دي حقيقيه، انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اختصاصي انا ديجيتال ماركتنج، اللي هو ايه بقى؟ الايه التسويق الرقمي. انا بقول لك اهو، في الولايات المتحده الامريكيه هنا في امريكا، او في المانيا، لان الحاجه حصلت ده على حسب ما بيقولوا هم في برلين في المانيا. عندك statute of limitation، اللي هو ايه بقى statute of limitation ده؟ statute of limitation اللي هو المدة اللي انت تقدر فيها ايه تقاضي اللي هو ايه تعدى على حقوق الملكية بتاعتك. المدة دي كام سنة؟ 3 سنين بس. في اوروبا عندهم من 3 ل6، يعني في بلاد عندهم هناك عندهم 6 سنين، وفي بلاد عندهم هناك عندها 3 سنين بس. يحق لك خلال ال3 سنين دول ان انت تقاضي الذي تعدى على حقوق الملكية بتاعتك. من حظ الزمالك المنيل ب60 نيلة لو كانت الصورة دي حقيقية ان ال3 سنين دول عدوا. فيعني الجدع اللي طالع ده من عيلة العدل ده عايز يقاضي، ما بفهمش حاجة يعني. واحد زي ده مفروض يعني ايه؟ انه يبقى يعني راجل يعني متصل بقى، وراجل يعني واصل، ولا حاجة، ولا بيفهم حاجة، ولا عارف حاجة في الدنيا. واللي طبعا بتوع نادي الزمالك ولا بيفهموا حاجة خالص، ولا عارفين حاجة. روح قاضي، هتعرف لو كانت الصورة دي حقيقية روح قاضيها، لان مدة المدة المسموح لك انك تقاضيها فيها فاتت. إن الحاجة دي حصلت 2020، النهاردة احنا كام؟ 2025. كوسان طيب، كوسان طيب.
تزعلش نفسك، كان عندك فرصة. ده لو كانت حقيقية الصورة دي. طيب أنا عايز أسأل سؤال للناس الإسماعيلاوية. أنتم بتكرهوا الأهلي ليه؟ لو سألت واحد إسماعيلاوي حقيقي أنت بتكره الأهلي ليه؟ مش هيعرف يرد عليك، أو هيديلك جواب غير مقنع. أنتوا عارفين ليه بيكرهوا النادي الأهلي؟ لأن ربنا يجازيه بقى اللي كان يعني متحكم في نادي الزمالك أيام ما حصلت النكسة في 67، وكان الإسماعيلي يعني مهجر. طلع إشاعة إن النادي الأهلي رفض إن النادي الإسماعيلي يلعب ماتشاته ويتدرب على ملعب النادي الأهلي، وإن الزمالك هو اللي كان منفتح وتعالى يا حبيبي اتمرن عندي. ومن ساعتها الإسماعيلي بيكره النادي الأهلي. القصة دي كذب، القصة دي كذب، واللي كذبها بيتحاسب عليها لغاية دلوقتي، ويا ريت يا رب يتألف في نار جهنم. ده حتى سيد عبد الرازق اللي هو سيد بازوكا لاعب الإسماعيلي جناح، اعتقد انه كان جناح يمين وكانت رجليه زي السم، كانت معروف يعني، كان سموه سيد بازوكا. طلع في الإعلام من كذا سنة وقال الكلام ده غير صحيح وغير مظبوط، والأهلي فتح لنا أبوابه. ومع ذلك برضه مفيش فايدة. الإسماعيلاوية وفي دماغهم إن الأهلي عمل فيهم كده، وبيتورثم الكره للنادي الأهلي زي ما بيرضعوا لهم لبن وهم صغيرين، بيرضعوا لهم كره الأهلي على أساس فكرة غلط وكذبة. كذبة. اصحوا بقى يا عالم، اصحوا يا ناس. وبتهيألي برضو اللي في الناس اللي في المصري بيكرهونا لهذه الكذبة دي. يا جماعة عيب، يا جماعة عيب والله. بقى النادي الأهلي اللي بيبقى بيساعد كل أندية مصر لما بيعوزوا لعيبة ولما بيعوزوا كذا وبيعوزوا كذا، ما بيلاقوش غير النادي الأهلي يقف معاهم. هو مش هيقف معاك في دي وانت مهجر يا راجل. يعني ده انت كنت يعني مهجر وبيتكم مضروبة ومحروقة ومش بقى النادي الأهلي ما يقفش معاك في الحتة دي. يعني حكم عقلك شوية يا أخي. النادي الأهلي اللي بيساعد كل الأندية، ولما يروح للأندية اللي ساعدها ما يلاقيش أي رد فعل كويس منها. النادي الأهلي اللي خيره على كل الأندية. معقولة دي؟ يا أخي عيب عليكم بقى، يا أخي عيب عليكم، انضافوا بقى انتوا كمان. احنا كلنا مصريين يا أخي. يعني عجبكم اللي حصل 72 واحد اللي ماتوا وال 20 اللي ماتوا بعد كده؟ ايه القرف ده؟ حتى دي يعني حتى المصيبتين دول لما حصلوا ما فوقوكوش، ما صحتوش تقول لا عيب، دي كوره برضو، ده احنا برضو مصريين، ده احنا ما ننفعش كده. ايه الهبل ده؟ مع ان انتوا بتكرهون، احنا ما بنكرهوش. يعني اضمن لك، انا متاكد ان الاسماعيلي ده لو والمصري لو جم وفتحوا قلبهم كده وفتحوا دراعاتهم للاهلي، مش هيلاقوا الاهلي يعني ايه، يعني في غضاضه من في نفسيتهم اللي حصل منهم. يا اخي عيب بقى يا اخي، يا اخي عيب بقى، انضافوا بقى. البلد دي هتنضف امتى؟ سبحانك يا رب. ليه كده يا ناس؟ ليه كده؟ كذبة واحدة، كذبة تخليكم تكرهونا كده. الكره ده كله كل السنين دي على كذبة، على كذبة. والراجل بتاعكم طلع شهد انها كذبة، وشهد شاهد من اهلها. يا اخي، يا اخي اتق الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، عشان ربنا يبارك لكم شوية، عشان ربنا يفك أزمتكم شوية. وأنا بتكلم على إيه؟ على إخواننا بتوع يعني على النادي الإسماعيلي ده. النادي الإسماعيلي ده مش نادي مصري. إيه يا سيادة الوزير؟ هو مفيش غير الزمالك اللي على الحجر. أنت لو اديت ربع المساعدات اللي أنت بتديها للزمالك دي للإسماعيلي هيقف على حيله. طب ما بتديلوش مساعدات ليه؟ سايبه يغرق ليه؟ النادي الإسماعيلي ده نادي عريق يا ابني، ده أول نادي فاز ببطولة أفريقيا.
ما تساعدوش ليه؟ ليه ما تساعدوش؟ وليه ما كنتش سبحانك يا رب. انا خلاص الجدع ده انا يعني ايه الحاجه الوحيده يعني هو ايه مفروض علينا، لانه مفروض علينا لانه زملكاوي، ولانه جاي يساعد الزمالك بس. من الجدع اللي فوق اللي هو ايه الاب الروحي بتاع المافيا الرياضيه اللي في مصر، اللي ربنا ياخده ان شاء الله اخذ عزيز مقتدر في يوم من الايام، واشوف فيه يوم. فانا بقولها للزمالك تاني، ارجع للموضوع ده، ما تتعبوش نفسكم وتقاضوا البيت الازياء ده، لان خلاص خلصت. وانا عارف انا بقول ايه. وارجو كمان، انا بقول اهو، وارجو كمان انا في ناس مهمه جدا الظاهر كده بتتفرج علينا، والحمد لله يعني الحمد لله. اللي هيطلع ياخد معلومه مننا ويحب يقولها، يا اخي اديني اعمل لي ذكر، يعني اذكر زي ما بقول. انا ما بقولش اسمك، بس بقول ان انا دي مش حاجه مش بتاعتي انا، ما خدتهاش يعني الفكره دي ما خدتهاش مني انا، او الخبر ده مش بتاعي، انا خدته من حد تاني. مش هقول الاسم، بس ما بنسبش الخبر ليا. خليك امين، خليك امين، خليك امين في عملك وفي شغلك. عيب، عيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.